السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن موضوع جديد، وهو موضوع الجرب في لندن. إيه هو الجرب؟ وإيه هو المرض دوت؟ وإيه أسبابه؟ وإيه هي أعراضه؟ وإيه هي طرق علاجه؟ وليه انتشر في أوروبا الفترة الأخيرة، وخصوصا إنجلترا وخصوصا لندن العاصمة؟ هو في البداية إيه مرض الجرب؟ هو ده مرض جلدي بيصيب الجلد من الخارج، والمرض دوت بيسببه هي سوسة الجرب. ده طفيلي، وده بيبني زي أنفاق تحت الجلد وبيضع فيها البيوت بتاعته. كده هو بيبقى ليه بيوت، بيبقى ليه بيوت وهو بيعمل أنفاق تحت الجلد وبيحط فيها البيوت ديت. وسبب الأنفاق اللي هو بيعملها تحت الجلد أو الطبقة العليا من الجلد هي دي اللي بتسبب الهرش، ودي بتعمل ندبات كمان حمراء على الجلد. طيب هو ليه المرض الجلدي ده انتشر؟ هو طبعا انتشر في لندن، في أكتر من تقارير طلعت عنه، وهو انتشر في لندن ومانشستر وكذلك برمنجهام، الثلاث مدن دي، بس لندن هي الأكتر. هو انتشر طبعا في أوروبا، في دول تانية برضو في أوروبا انتشر فيها، بس لندن كانت الأعلى وزاد بنسبة 44% عن السنين السابقة. انتشر برضو في أوروبا، في فرنسا وألمانيا وأسبانيا كذلك برضو، ده في الوقت الحالي. طيب هو ليه انتشر بالصورة ديت أو بالطريقة ديت؟ هو أولا بعض الناس بيبقى عندها المخاوف الاجتماعية أو التنمر عليها، إن هو يقول إن هو عنده جرب أو يتعالج. فهي دي أحد الأسباب اللي خلت الموضوع ينتشر. النقطة التانية إن هو انتشر في السن الصغير، اللي هو الشباب والأطفال اللي في مدارس والجامعات، وخصوصا كمان المدن الجامعية، ودي بيئة خصبة لانتشار الجرب، لأن هو بينتشر عن طريق التواصل والتلامس. طب هو ممكن ينتشر عن طريق الملابس؟ ممكن، بس ده احتمال بيبقى قليل شوية. الدراسات العلمية كلها بتقول عن طريق التلامس، مش عن طريق الملابس أو استخدام الملابس. النقطة التانية هي لندن من المدن المزدحمة جدا. يعني اللي سافر منكم لندن أو عاش في لندن فترة، هناك الشقة ما بتأجرش شقة، بتتأجر بالأوضة، هي دي النقطة. والحمام بيبقى مشترك وما إلى ذلك عشان خفض التكلفة، وخصوصا لندن غالية، التكلفة هناك بتبقى، تكلفة المعيشة في لندن بتبقى غالية، فبيبقى فيه اختلاط جامد شوية. بس هو على الأغلب الدنيا في، يعني في المدارس، في بعض المدارس قفلت بعض الصفوف اللي فيها انتشر المرض جامد، وخصوصا في لندن. الأمر التاني هي بس مش الناس بتخاف بس إن هي تقول إنها عندها جرب يعني تخاف إن هي تتعالج أو إن حد يتنمر عليها أو ما إلى ذلك. لا، هي النقطة كمان الكريمات اللي بتستخدم في علاج الطفيلي دوت قليلة شوية، فده اللي خلى يعني بعض الناس برضو ما تتعالجش. هي دي يعني إحدى المسائل. النقطة التانية، في مقاومة للطفيلي دوت للكريمات وللمادة الفعالة بتاعته. طبعا مقاومة الطفيليات دي حاجة طبيعية، لأن أي مرض بيطور من نفسه وممكن يحصل فيه تحور وما إلى ذلك، فالنتيجة مش بتكون ناجعة أو النتيجة مش بتكون عالية. طيب هو أعراضه طبعا الحكة، اللي هو الهرش، تحس أنت عاوز تهرش كتير، الندبات الحمراء اللي بتظهر، وفي كمان خطوط بالعرض اللي دي بتبقى تحت الأنفاق، ودي بتظهر أكتر في منطقة المعصم بتاع الإيد وما بين الأصابع، وممكن كمان تظهر كمان تحت الإبط. دي برضو المسألة التانية، برضو بيبقى في بعض الأحيان بيبقى صعب التشخيص شوية. هي دي الأسباب. طيب هو طريقة العلاج، هو طبعا ليه كريمات بس هي طبعا قليلة شوية. في نوعين بس من الكريمات، هما دول اللي بيبقى نتيجتهم عالية مع الطفيلي دوت. والأمر التاني هو بس مسألة الملابس. لازم الملابس بتاعتنا لو احنا يعني جالنا الطفيلي دوت أو اتصبنا بالمرض دوت، لازم الملابس بتاعتنا يا إما إن هي تتغسل في درجة حرارة تكون 60 درجة مئوية على الأقل فيما فوق، أو إن الملابس تتشال ومحدش يستخدمها لمدة 3 أيام عشان الطفيلي ده يكون مات.
هي دي النقطة أو الشيء اللي هو ذات أهمية كبيرة عشان القضاء على الطفيلة ده. النقطة التانية إن لو في شخص بيتعالج في وسط أسرة، الأسرة كلها تتعالج كلها في وقت واحد، عشان مش بعد العلاج تتصاب تاني. هي دي المسألة عشان يتم القضاء على الجرب. مسألة الجرب هو ممكن ينتشر أكتر من أوروبا. لا، هو الجرب في حد ذاته هو مرض جلدي، يعني ما بيوصلش لدرجة خطيرة أو موضوع خطير، بس هو مؤرق لأن هو بيجي لك إحساس الهرش بالليل وأنت نايم. مسألة هل البرد ليه علاقة بالجرب أو لا، يعني هو مفيش إثبات يعني علمي، بس هي المسألة هي الاختلاط في المدارس والجامعات ودار المسنين، الأماكن اللي بيكون فيها اختلاط واستخدام حمام واحد واستخدام أدوات واحدة ويكون فيها تلامس، هو ده اللي بيعمل المشكلة وبيزود الجرب. نقطة أخيرة هنتكلم عنها هو الوباء في الهند اللي ازداد عدد تأكيد المصابين. هو كان في الأول 2 الممرضتين، بعد كده هو بقوا 5 النهاردة أو امبارح بالليل بقوا 7، وفي 200 في الحجر الصحي. طبعا هي الأرقام في دول العالم الثالث زي ما أكدنا قلنا قبل كده، الموضوع طبعا ما بيكونش دقيق بنسبة كبيرة، لكن منظمة الصحة العالمية يعني صرحت إن هي يعني على مقربة من الإجراءات الهندية ومحاولة احتواء وتفشي الفيروس نباه في الهند. وبالإضافة طبعا في دول كتير في جنوب شرق آسيا رفعت حالة الاستعداد وطبقت النقطة ديت في المطارات بإجراءات احترازية قوية. بس هي المسألة إن الفيروس فترة الحضانة بتاعته طويلة، فهي زي كورونا، يعني انت ممكن تحس بالاعراض وما الى ذلك وتعمل المسحة، مش الرابط، المسحة العادية الPCR، وتطلع نيجاتيف. بعديها بشوية لما يزيد في الزور والحلق والكلام ده تعمل مسحة تلاقيها إيجابية. فهي دي المشكلة وده اللي بيقلق جدا يعني. زي برضو مسألة الجرب، نسيت بس أقول لكم برضو على حاجة مهمة بالنسبة لي، إن هو فترة الحضانة ممكن توصل ل 18 سوري ل 8 أسابيع. فهي دي المشكلة والحاجة اللي بتكون مقلقة جدا يعني. وبرضه لو في أي سؤال أو أي استفسار سيبوه لنا في التعليقات وإحنا نجاوب عليه. ودمتم في صحة بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.